سر بقى بتاع امهاتنا بتوع زمان اللي بيخلي المحشي ده يدوب كده في البق وطعمه خطير. يلا اقول لكم الطريقه ازاي. صلوا على النبي كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله، عملت شويه محشي بقى، الله اكبر عليهم. دايبين دوب في البق كده مع معلقه زبده والشط والصلصه، طعمها حلو خطير. يلا اقول لكم الطريقه ازاي. اول حاجه هتضيفي الطماطم بتاعتك في الخلاط، وهتزودي عليهم 3 4 قرون فلفل حمر عشان يدوا لون معاكي في الصلصه. تمام. التركايه بقى اللي بتخلي معاكي الصلصه طعمها حلو ونفس المحشي طعمه حلو خالص، امسكي البصله قطعيها مكعبات صغيره، وضيفي عليهم البهارات اللي انت حابه تحطيها، الكمون والبابريكا والفلفل الاسود والكزبره الناعمه والبهارات بتاعتك السبع بهارات، وضيفي عليهم رشه ملح. تمام. وحطي عليهم التتبيله بتاعتك، التوم بتاعك، الدقه بتاعت التوم. تمام. وحطي عليهم معلقتين قصدي كوبايتين زيت. وابدأي قلبي في البصل زي ما انت شايفه كده، او افركيها بايدك لحد ما البصله تنطر الميه بتاعتها، وبعد كده ارفعيها على النار. وبعدين ضيفي عليهم الصلصه وارفعيهم على النار زي ما انتوا شايفه كده. اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد. بعد ما رفعتيها واتسبكت معاك لحد ما الصلصه بتاعتك تنطر الزيت بتاعها، تنزل تظهر الزيت بتاعها فوق الطماطم، يبقى كده اتسبكت معاك. ضيفيها على الرز مع الكزبره والبقدونس والشبت، الحاجات اللي انت مقطعاها. وبعد كده تكوني مجهزه الورق بتاعك زي ما احنا جهزناه في الفيديو المره اللي فاتت، قطعناه بطريقه سهله عشان يسهل معاك اللف بسرعه. والعروق بتاعه المحشي حطها في قعر الحل، ولو حابه تضيفي بصل وطماطم في قعر الحله مفيش مشكله. انا ما ضفتش، انا حطيت على طول فوق العروق. تمام. ولو وصلت لحد هنا يا ريت تدعموني بلايك وتشاركوا الفيديو. صلوا على النبي في التعليقات وتقولوا لي رايكم في المحشي. كان عنده شوربه وزودت بيها المحشي، وهو بيتشرب زودت معلقه زبده او سمن، وما شاء الله ده يدوب. ايه رايكم بقى؟